السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلة النهاردة أكلة من الآخر، كبار وصغيرين بيحبوها، خفيفة ولذيذة وسهلة وسريعة في عمايلها. بصراحة لا انتوا لو عملتوها مش هتبطلوها ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم النجرسكو على طريقتي. جميل جميل جميل. بصوا يعني جوسي، والفراخ فيه نطقة وطعمه حلو جدا، شارب من البشاميل ومن اللبن واللحمة او الفراخ، طعم كل حاجة متجانس مع بعضه، ولا اروع من كده. نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجيب مادة دهنية، كمية من المادة الدهنية كافية، حوالي 3 معالق من المادة الدهنية زبدة على زيت، وهنحط قدامهم 3 معالق من الدقيق، ونقلبهم لغاية ما الدقيق ما يبقاش موجود، وده كله برضو على نار متوسطة، ونتبلهم بالتوابل اللي احنا عايزينها، وننزل عليهم بمقدار 1.5 لتر من اللبن، ما ننزلش بكمية قليلة من اللبن. هنا البشاميل اللي احنا مش عايزينه ماسك نفسه، لا احنا عايزينه خفيف، او قبل الخفيف بحاجة بسيطة، مش عايزينه يبقى ماسك نفسه زي البشاميل اللي بيتحط في المكرونه البشاميل، لا ده هيتشرب من الاول للاخر في المكرونه. وهنحط معاه مقدار، دي التركه بتاعتي بقى، هتحطي معاه مقدار من الجبنه الكريمي او الجبنه الفيتا. طبعا دي بتدي طعم جميل جدا للاكل. وزي ما انت شايفه حطينا التوابل اللي انت تحبيها تحطيها. حيقتيه طبعا، الملح مظبوط. خلاص كده خلصنا البشاميل الخفيف اللي هيتحط فيها. نبدأ نكون بقى برضو نحط مادة دهنية، نكون معانا فرخة كاملة احنا سلقينها سلق حلو ومقطعينها شرايح رفيعة، نكون محضرينها. نجيب بصلتين او بصلاية على حسب، انا بحب البصل الكتير في الاكل. بتجيبيها يدوب تدبل، وتكوني جايبة الفراخ اهي متقطعة قطع صغيرة، خالينها طبعا من العظم، وتقومي حطاها على البصل ومتبلاها التتبيلة. يبقى انت كده تبلتي الفراخ، تبليها برضو بالتوابل اللي انت حباها، تقلبيها عند ما الفراخ تتجانس مع بعضها. تنزلي بعد كده بالفلفل الالوان، عندك الفلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر، قطعي جوليان زي ما انت عايزه تقطعيه قطعيه، وبرضو حطيه على الفراخ، هو كمان يتجانس معاها، ياخد وقته لغايه ما يدبل سنه كده، حاجه بسيطه اهو. عندك الفلفل، الفلفل ده بيدي طعم جميل للاكل. تنزلي بقى بالحاجه الحلوه بقى بتاعتنا، المززه اللي بتخلي الاكل مزز معاكي، الزيتون المخلي. تجيبي زيتون مخلي وتقومي نازله بيه، الله ده في الاكل بينقل طعم الاكل في حته تاني خالص. برضو كل ده على نار متوسطه بيتقلب ويتجانس مع بعضه. خلصتيه خالص، بتكوني سلقه المكرونه يعني نص سلقة، ما تاخدش اكتر من كده، ما تسلقهاش سلقة كاملة. خلاص كده احنا بنساعد ان احنا نفكها من بعض، وبعد كده نقلبها. طبعا انا بجيب جايبة كيس من المكرونة، مش اكتر من كده. وتقلبيها في بعض برضو، ده على نار متوسطة. خلاص كده حطيناها في الصينية. بصوا البشاميل خفيف ازاي، وهو بتصب عليها يبقى مغطيها، وتبقى كلها من جواه كده متجانسة مع بعض. الله بصراحة لا جميلة، انا عن نفسي بحبها، انا والبنات بنعملها على طول. وتزوقي الوش بعد كده زي باي نوع جبن عندك، عندك جبنة رومي مبشورة، عندك جبنة موتزاريلا، الجبنة الموجودة عندك جبنة ميكس، الجبنة الموجودة عندك تعمليها فيها، ترشيها على الوش، تدخليها على النار 10 دقايق في الرف الاوسط، وبعد كده ترفعي تولعي عليها الشواية، تاخد لون، تسيبيها تبرد وتقطعيها، وبالهنا والشفا. وبصراحة يعني انت هتجربيها يعني بإذن الله مش هتبطلي تعمليها. بصوا عاملة ازاي، الله اكبر عليها، وطعمها
جميل جميل. الجبنة الفيتا اللي محطوطة فيها نقلة الطعم، نقلة تاني خالص. المكرونة مستوية مش معجنة نتيجة ان انت ما سويتيهاش من الاول. طعم واخدة من طعم الفراخ، والفراخ واخد من طعمها. التوابل ظاهرة فيها، لا ما شاء الله عليها. يا ريت بقى تدعمونا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.